تعالوا نعمل القشطوطة بطريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت. هنحتاج 4 بيضات، معلقة فانيليا، وكوباية سكر. هنضرب المكونات كلها مع بعض لمدة 10 دقايق لغاية ما الخليط يعلى زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنضيف 1.5 كوباية دقيق، معلقة بيكنج باودر. هنضيف جزء من الدقيق ونقلب في اتجاه واحد علشان ندخل الهواء. هنقلب كويس جدا لغاية ما نشوف الخليط بالشكل ده. هنصبه في الصينية بالتساوي، والفرن هنكون مشغلينه على درجة حرارة 170. هياخد في الفرن حوالي 10 دقايق. ما نفتحش عليه قبل 10 دقايق. هنحضر بقى هنا الكريم شانتيه، كوباية من الكريمة، ومعلقتين سكر باودر، وكوبايتين مية أو كوبايتين حليب ساقع. وهنضرب كويس لغاية ما الخليط يتقل شوية، وبعد كده هنحطه في الفريزر لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة عبال ما الخليط اللي في الفرن يطلع. بعد ما الكيكة طلعت من الفرن هنبدأ نخرمها عشان نبدأ نسقيها باللبن. كوبايتين من اللبن بس من غير سكر، كوبايتين بس مش أكتر. بعد كده هنفرد عليها الكريمة بالتساوي. بعد كده هنصب الكراميل عليها برضو بالتساوي. لو عايزين طريقة الكراميل بكتبولي في التعليقات. طبعا هنكون شايلين جزء من الكريمة عشان نزين الطبقة الأخيرة. ما تنسوش اللايك والفولو، ولو عايزين وصفات أكتر نزلوا التطبيق بتاعي، هتلاقوا اللينك في البايو وبرضه هحطهولكوا في أول كومنت.